ازيكم يا جماعه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وسعاده. الحلقه دي بصراحه انا كنت عندي كلام عايز اقوله، فقلت انا هفتح الكاميرا واقول الكلام اللي جوايا. ممكن تشغل الحلقه دي في الباك جراوند لو انت مشغول عادي، ممكن اعتبرها بودكاست، اعتبرها حلقه دردشه. انا بقالي كتير ما صورتش، فقلت انا محتاج اتكلم اكتر يعني. فجبت كوبايه الشاي وقلت النهارده اجازه بقى، فقلت اتكلم معاكم شويه. انا مؤخرا بقيت بحس طول الوقت ان انا متاخر، او ان انا عندي حاجه مهمه انا مش عارف ايه هي. ان كل الناس بتجري وانا المفروض اجري معاهم. كل الناس لقيتها بتفكر بنفس التفكير، يعني انا هفضل لحد امتى؟ انا خلاص مش عارف، بقى عندي 25 سنه وما عملتش حاجه، انا عندي 30 سنه وحاسس ان انا ما عملتش حاجه والناس كلها عملت. فبقينا بنحس طول الوقت بالتقصير، حتى لو المكان اللي انا حلمت بيه من فتره بقى هو المكان اللي انا موجود فيه دلوقتي. لكن برضو شايف ان في تقصير. بصوا، لو حسيتوا بدوشه او حاجه عادي يعني، ده في الشارع. حسيت ان كل الناس دلوقتي بيفكروا ازاي يبقوا جامدين، وازاي يبقوا شاطرين جدا، وازاي يبقوا سوبرمان. طول الوقت انا شايف ان لازم كلنا نبقى بيرفكت، لكن بقى في قلة قليلة قوي وهم اللي عايزين يعيشوا حياة بسيطة او حياة هادية، يتحوطوا بناس شبههم، يتحوطوا بناس مريحين، بس مش مهتمين بأي حاجة تانية. ناس بسيطة قوي، يكاد نسبة لا تتعدى 1%. فقلت ليه طول الوقت احس ان انا في مسابقة ويكون في افضليه لشخص على التاني؟ طب هل هي طبيعه الحياه ان يبقى في افضليه لشخص عن التاني؟ هو في جزء كبير في الشكل ده، لكن مش الصح ان انا طول الوقت اجري. انا مثلا كان في اوقات كتير بكون مضغوط ان انا مش بنزل حلقات، وبحس ان انا لازم ابقى كوميتد وانزل حلقات طول الوقت. هوفر ان ده مش لازم، هو مش ماي اون بيزنس، هو حاجه انا بعملها عشان انا بحبها، اعملها في الوقت اللي انا اكون شايف ان انا عندي حاجه اقولها وان انا عندي حاجه اقدمها. فقلت لنفسي عادي ما تعملش حلقه، عادي تنزل في الوقت اللي انت عايز تنزل فيه مش اكتر، والناس برضه هتسمعك، مفيش مشكله. كنت سمعت بودكاست مره مسمي ده الكماليه السامه، وهو انك تكون ناقم على الحاجات اللي انت بتعملها، او مش شايف الحاجات اللي انت بتعملها بشكل كفايه، لانك دايما شايف ناس على السوشيال ميديا بلاتفورمز، ناس جامدين جدا بيعملوا كل حاجه more than perfect، والناس دي هم اللي بيقولوا لك طول الوقت انت عادي انت تبقى perfect وتبقى جامد ولازم تنام 4 ساعات بس وتكمل وحاجات زي كده. في شخص مثلا انا شفته ايام الكليه بيقول انا بنام 4 ساعات بس طول الوقت. فحسيت ايه ده انا ازاي متاخر كده؟ شخص اكبر مني ب3 4 سنين وبينام 4 ساعات بس عشان شغله وبيعمل ده. مش صح. ليه بقى صعب ان انت تكون شخص عادي عايش في وظيفه عاديه وفي اسره عاديه بتحبك واصحاب شبهك بيحبوك؟ ليه ده بقى شيء ثانوي، ما بقاش الشيء الاساسي؟ حسيت ان مهم عندنا ننمي القدره على ملاحظه النعم اللي موجوده كل يوم، زي ان يبقى يوم عادي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اصبح منكم امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا. وده هو اليوم العادي. فمهم انك تنمي الامتنان من نفسك من غير ما حد يسقف لك، من غير ما حد يعمل لك لايك. الامتنان للنعم البسيطة هي تكون نابعة منك، مش من اي حاجة تانية، من دماغك انت. كمان دايما الانسان مننا طول الوقت، او انا مثلا، بص انا لما بقول الانسان مننا بسقط الكلام على نفسي او على اي حد ممكن يبقى بيتفرج. فممكن ما تبقاش انت كده، بس انا بقول انا كنت بعمل كده دايما طول الوقت. تحس انك تحت الميكروسكوب، او ان الناس كلها مستنيه التصرف اللي جاي بتاعك، او مستنيه انت هتعمل ايه في حياتك، او دايما بتحس ان كل الناس مستنيه الغلطه اللي جايه لك او الوقعه اللي جايه لك. وانا بشوف ناس كتير بتفكر كده، فبالتالي بتبالغ في القسوه على نفسك، وانك تعمل سيناريوهات في دماغك ان الغلطه دي عملت سيناريو كامل. هاوفر ان الكلام ده ما حصلش، او محدش مركز معاك. انت مش محور الكون. غلطت في الشغل، ناس كتير بتغلط، الطبيعي اننا نغلط. مش لابس كويس، ابقى اسال الناس بعد ما تمشي هو انا كنت لابس ايه النهارده؟ ما حدش هيفتكر. انت مش محور الكون، انت جزء من منظومه كبيره، انت جزء صغير من 8 مليار. في عشوائيه كبيره في الكون، والغلطات هي اللي بتخلينا بني ادمين. كل الناس مشغوله باحلامهم وطموحاتهم ورغباتهم، حتى اخفاء غلطاتهم واخفاء عيوبهم. فمحدش حطك بالشكل ده تحت الميكروسكوب. هقول لك حاجه كمان سمعتها في بودكاست او قرأتها، هو انك تضحك على الغلطات العبيطة اللي انت بتعملها. في كاتب اسمه تيد لاودر بيقول: حينما تتمكن من الضحك على اخطائك تتحرر منها. وده اللي هتحتاجه عشان تتخلص من الكمالية، او انك تبقى عايز كل حاجة بيرفكت. الحاجات الصغيرة هي اللي بتخليك تجلد ذاتك طول الوقت، او ما تشوفش الصورة الكاملة للحاجه اللي انت بتعملها. اضحك على الحاجات اللي انت بتغلط فيها، او الحاجات العبيطه اللي انت بتعملها. دي المواقف اللي احنا بنحكيها لاصحابنا على القهوه
وبنقعد نضحك عليها. هي دي الحاجات اللي بتعلمنا. انا فاكر ان انا مره كنت في الشغل وفي غلطه حصلت، انا ما اعرفش ان هي غلطه، ومديرتي كلمتني وكانت زعلانه جدا فانا خلصت وانا عارف ان انا ما عملتش الغلطه دي، وقعدت اضحك وخلاص. جيت بعدها بفتره لقيت مديرتي بتحكي الموقف وقاعده بتضحك برضو. لو كنت قبل كده كنت بتنشن جدا وبجلد نفسي وازاي اغلط الغلطه دي، لكن بعد كده حسيت ما عادي نغلط، مش نهايه الدنيا، كلنا بنغلط عادي. احنا مش طول الوقت لازم نكون مثاليين او عندنا اجابات كل الاسئله اللي بتيجي في دماغنا، او مفيش حد عنده اجابات كل الاسئله. لقيت حاجه حلوه قوي مكتوبه عن الكلام ده، بيقول مش لازم تتقن كل حاجه بنسبة 100%، لا خليك بس اتقن كل حاجة بنسبة 80%. انك تدي كل حاجة 80%. ثانية واحدة، الشاي بقى بارد. انا عادي انا بشرب الشاي بارد، بس تحس ان الجو كده بقى فيه سنة برودة كده، بقى الجو عامل كده. فانك تدي كل حاجة 80% هيخليك on the nice level، مش هيخليك تحت، هيخليك تستمر وتتقبل وجود اخطاء بدون قلق او خوف ان الصورة تطلع وحشة. فعادي ان يبقى فيه 20% غلط. حاول ما تكونش مثالي طول الوقت، احنا مش مثاليين، فبلاش تحط نفسك في قالب المثالية وما تعرفش تخرج منه، لان محدش مثالي. فعادي ان انت تنزل مش لابس كويس، وعادي انك تاخد المواقف بعفويه، وعادي انك تغلط، الناس مش مستنياك. فحاول تعمل الحاجات العبيطه اللي تخرجك من القالب اللي انت بتحط نفسك فيه. اتصرف على اساس المكان، عادي في حفله اتنطط والعب، نازل مع اصحابك عادي انزل باي حاجه، عادي علي صوتك في الشارع وعلي ضحكك وبتاع. الحياه مش بالشكل السيريس قوي اللي انت واخده ده، في عشوائيه كتير حواليك. العشوائيه هي اللي بتخلينا نتصالح مع الجزء الناقص فينا. زي الاطفال بيعبروا عن كل اللي جواهم بدون ما يفكروا كتير زينا، بيعبروا عن احلامهم وطموحاتهم من غير افكار كتير او من غير تفكير كتير. فحاول تعبر بسهوله، مش لازم دراسه جوه دماغك عن كل واحد هيفكر في كلامك ازاي. اخيرا يعني الحياة فيها ما يكفي من الضغوطات اللي تخليك مضغوط بره. بلاش تخلي التفاصيل الصغيرة تعكر صفوة حياتك اكتر من كده، وخلي الحياة هي عادية واضحك على غلطاتك. هو ده اللي انا كنت عايز اقوله. يعني اتمنى تكون الحلقة دي عجبتكم. يعني مش عارف اذا كنت لغيت كتير ولا لا، لكن كنت حابب اقول كده. مش عارف كلامي ده ممكن يفيد حد ولا لا، لكن برضو كنت عايز اقوله. ما تنسوش طبعا لو عجبكم ما تنسوش طبعا لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتستنوني في الحلقة اللي جاية. وقولوا لي حابين اتكلم عن ايه، وقولوا لي رأيكم تحت في الكومنتس بقرأه. واشوفكم الحلقة اللي جاية. سلام.